السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية، وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد اسمه بيرد في بي ان. التطبيق ده مساحته 18 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر ان انت تستمتع بسرعة العاب، والالعاب الاونلاين والالعاب المحظوره في بلدك. تقدر ان انت تشغلها وتلعبها مع اصحابك. تقدر ان انت تفتح اي موقع محظور، او تحمل تطبيق محظور. ده ببساطه لان الفي بي ان ده بيخليك تشغل الموبايل على اساس ان، او تشغل الجهاز بتاعك على كانك في مكان تاني غير المكان اللي انت فيه، يعني كانك فاتح من دوله تانية غير الدوله اللي انت فيها. يعني لو انت مثلا في الصين كأنك فاتح من امريكا، لو انت في امريكا كأنك فاتح من روسيا، لو انت في روسيا كأنك فاتح من اوروبا، وهكذا. عشان كده الميزة دي بتخليك تقدر تستمتع ان انت تفتح اي موقع محظور، بالنسبة للمواقع الاقتصادية والتثقيفية والرياضية. وتقدر كمان تفتح تحمل تطبيقات المحظورة في البلد اللي انت فيها، وتقدر كمان تحمل التطبيقات وتشغلها، التطبيقات اللي بتكون خاصة بدول معينة. زي بيكون في تطبيقات خاصة بأوروبا، تطبيقات خاصة بدول شرق آسيا. تقدر تحمل التطبيقات دي وتقدر تستمتع بالمميزات بتاعتها. وتقدر كمان ان انت آه، تخفي الاي بي ادرس بتاعك من اي شبكة انترنت انت داخل عليها، سواء شبكة الانترنت دي شبكة عامة او شبكة خاصة. وكمان محدش يقدر يعرف المكان بتاعك ولا يقدر يحدد الموقع بتاعك على الخريطة مهما كان، علشان الفي بي ان ده زي ما قلنا بيخليك كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان الحقيقي اللي انت فيه. بس كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله يكتب التعليق بتاعه. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاع اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق، علشان تكون كمساعدة لغيره. اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة، علشان في ناس بلاقيها كاتبالي تعليقات على فيديو نزل مثلا بقاله 7 شهور 8 شهور سنة، ويقول لي انا حملت التطبيق واكتشفت فيه ميزة، او حملت التطبيق ولقيت فيه عيب، انت ليه ما قلتش على الحاجة دي في شرح الفيديو؟ ببساطة علشان وقت نزول الفيديو ما كانتش الحاجة الميزة او العيب ده كان موجود. انا بشرح الفيديو وقت نزوله. هو لو انت حملت الفيديو بعد نزول حملت التطبيق بعد نزول الفيديو هتلاقي المميزات والعيوب اللي انا قايلها هي اللي موجوده. اما لو حملته بعدها بفتره فاكيد هتلاقي التطبيق حصل عليه تحديثات قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه. اما لو انت مش حابب تعمل كده وحابب ان انا اشرح لك التطبيق مره كمان، فانت ممكن تراسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، او تكتب لي في تعليقات اي فيديو وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره تانية، وانا اشرحه لك واعرفك كل المميزات والعيوب بتاعته، وازاي تشغله وازاي تشترك او تلغي الاشتراك. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.